دي شهاده يا ناس، شهاده يا ناس. بصوا العجينه تجنن، تهبل تهبل تهبل، ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا الجمال. الله الله، اهلا، ازيكم؟ قاعده اتغزل في جمال العيش وريحته وشكله. ايه الحلاوه دي؟ وصفه مهمه جدا ومفيده جدا ولازم تجربوها. عيش البطاطس او التوست بالبطاطس في منتهى الجمال، سهله وبسيطه وما خدتش اي وقت خالص. اعمليها اول الاسبوع علشان خاطر المدرسه للولاد، واعملي لهم بيها سندوتشات تحفه في منتهى الجمال ومغذيه كمان. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجوع المدارس. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تبعتوه كمان لاصحابكم وقرايبكم اللي عندهم ولاد في المدرسه. واكيد اكيد ما تنسوش تشتركوا في القناه. اوعوا تكونوا لسه ما اشتركتوش، اوعوا. اول حاجه عندنا بطاطسيتين متوسطين، عايزين نسلقهم. يا اما نحطهم ونسلقهم عادي، يا اما نحطهم في الفرن، او يا اما نستعمل الطريقه اللي هقول لكم عليها دي. عندنا مناديل مطبخ انا بلتها. هنلف كل بطاطسايه كويس قوي في المنديل المبلول بالشكل ده. هناخدهم بقى الاتنين دول ونحطهم في الميكروويف، وهنعملهم على الهاي لمدة 4-5 دقايق. بعد ما خلصوا تقريبا، أخدت تقريبا 5 دقايق ونص. تعالوا بصوا، بتكون الورقة نشفت، لازم تكون الورقة نشفت مش مندية. وانا سبتها شوية لحد لما هديت الحقيقة عشان اعرف اتعامل معاها. نحط الشوكة كده نلاقيها استوت تمام. هنقشرها. هرسنا البطاطس، هنعاير منها حوالي 3/4 كوباية، هو دي اللي احنا هنحتاجها عشان الوصفة بتاعتنا. ما تكبسوش البطاطس، يعني بطاطس كده ما تكبسوهاش. تمام، دي اللي احنا هنحتاجها. على النار هندفي كوباية مية وربع كوباية من اللبن الحليب. دفيهم بس حبة صغيرين. نبص كده دفي، لو حطينا صباعنا تمام كده كفاية قوي قوي، ما تلسعناش. هنسيب ده يهدى شوية صغيرة، احنا عايزينه دافي زي دمعة العين. وتعالوا نحضر الدقيق. هننخل 3 كوبايات ونص دقيق. النخل مهم جدا جدا عشان العجينة تطلع حلوة. ادي الكوباية التالتة وادي النص. هناخد بقى السائل سخناه ده او دفيناه، هنحطه في العجانة. معلقة من السكر بس ما تكونش مليانة. نحط 3/4 معلقة من الخميرة الجافة. نحط كمان معلقتين من الزيت. هنخلط شوية. هنحط البطاطس. نبتدي بقى نحط الدقيق شوية بشوية، نص كوباية بنص كوباية كده. أثناء العجنة الأخرانية هنحط الملح. نسيبها تعجن كمان 5-6 دقايق مع نفسها. حد بقى هيسألني وليه بقى حطينا البطاطس في العيش؟ ايه بقى الفايدة اللي عادت علينا من الموضوع ده؟ ما هو كربوهيدرات برضه. صحيح هو كربوهيدرات، بس احنا بنحط كمان مع الكربوهيدرات ده فيتامينات. هيبقى فيه 3 حاجات أساسية موجودة في عيش البطاطس مفيدة جدا جدا. هيبقى عندنا فيتامين سي، وعندنا فيتامين B6، وعندنا بوتاسيوم. والثلاث حاجات دول مغذيين جدا ومحتاجينهم لجسمنا طبعا، لانه مش كل الناس بتاخد فيتامينات، وممكن جدا الاكل بتاعنا يبقى كله كربوهيدرات اكتر. فهنا احنا حطينا مع الكربوهيدرات فيتامينات بس كده، بونص 2 في 1. تمام كده. تعالوا نشوف العجينة. جمال العجينة وحلاوة العجينة، ملزقة سنة صغيرة. ماشي حلو كده، تمام شغال. بصوا العجينة وجمالها، بصوا العجينة تجنن، تهبل تهبل تهبل. يا عيني يا عيني يا عيني. كورة حلوة اهي اهي. هنحطها هنا ونغطيها كده. هنسيبها ساعة. تعالوا نشوف العجينة بقى دلوقتي بعد مرور ساعة. تعالوا شوفوا. الله 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 الله، تحفة، الله أكبر، تحفة، الله أكبر، تحفة، الله أكبر. على سطح مرشوش دقيق هنحط العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد.
يعني عجينه مش عايزه حاجه خالص. التلزيقه دي مالكوش دعوه بيها، محدش يجي يحط لي دقيق، غير الرشه اللي على الرخامه دي محدش يحط دقيق. كانها مستطيل كده في حاله الشيبنج او الفورمينج، او ان احنا بنعمل بيها شكل، عشان في تخميره تانية لازم تيجي بعدها. هنيجي بقى كده من الطرف اللي عندي ده بس يا سلطان، هنعمل كده ونلم كده اهي. هنجيب صينيه من صواني الكيك دي، تمام، وهنرفع العجينه ونحطها هنا اهو كده. هنسيبها تخمر التخميره التانيه برضو في مكان ما فيهوش هوا، هتقعد كمان ساعه للتخميره التانيه. ايوه بقى، شوفوا العجينه وجمالها بعد ما حجمها تضاعف. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، تحفه تحفه في منتهى الجمال. كل ما في الموضوع دلوقتي ان احنا هنسخن الفرن، هتقعد 35 دقيقه ان شاء الله، مش اكتر من كده. بس قبل ما ندخلها هندهنها الاول، ندهنها بحبه قهوه، عايزين تدهنوها بصفار بيضه براحتكم، بس حبه قهوه كفايه علشان تدينا السطح الايه البني الجميل الحلو ده. هيبقى توست لطيف قوي قوي علشان الولاد في المدرسه. دايما لما تيجوا تعملوا الفرشه تبقوا يعني بخفه الريشه، خفه الريشه، ما تكونوش ايديكم ما تبقاش تقيله على التوست على الفرن. ياس، الله يا جماله يا جماله يا حلاوته، ما شاء الله. بصوا التوست يجنن ازاي، بصوا. والريحه بقى، الريحه تهبل تهبل في منتهى الجمال. يبرد ونقطعه. العيش برد وعايز يتقطع، تعالوا بقى نقطعه سوا ونبص بقى ونشوف العيش. بصوا جماله، بصوا حلاوته، بصوا الفراغات اللي فيه، شايفين؟ ريحته تهبل، ريحته تجنن. ده سندوتش بقى الصبح كده اهو المدرسه. يا عيني يا عيني يا عيني. قولوا لي بقى اللي بيتابعني، مين السنه دي عنده شهاده زيي؟ انا السنه دي شهاده يا ناس، شهاده يا ناس. اي نعم ثانويه المانيه، بس اصعب اصعب اصعب، لانه بنمتحن الاثنين، الثانويه الالمانيه والثانويه العامه. عايزه دعواتكم معايا، تقفوا جنبي كده وتطبطبوا عليا وتقولوا لي ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير باذن الله. قولوا لي بقى مين عنده شهاده السنه دي زيي؟ العيش الجميل ده يتاكل ازاي؟ هقول لكم بقى يتاكل ازاي. احب قوي قوي اكله مع حته جبنه قريش، نفردها كده، جبنه قريش الطازه جميله، بتبقى بتتفرد كده زي ما تكون جبنه كريمه. يا عيني على جمال الجبنه القريش بتاعتنا المصري، حاجه كده. ايه ده ايه ده؟ وعليها رشه زعتر محوج كده، ودوقوا بقى. الله الله الله. الصبح مع كوبايه شاي حاجه تانية خالص في منتهى الجمال. جربوا الوصفه واعملوا منها سندوتشات حلوه للولاد في المدرسه، وادعوا لي، وكل سنه وانتم طيبين. وما اعمل شاي.